هي الشخصيات اللي موجودة في الأفلام بتكون شايفانا ولا احنا بس اللي شايفانا؟ الإجابة ببساطة وزي ما كلنا عارفين طبعا إننا بس اللي بنتفرج عليهم، بنراقبهم وبندخل حياتهم، بنشوف بيعملوا إيه فيها، لكن محدش فيهم مركز معانا أصلا. هتلاقي كل واحد مشغول في حاجة بيعملها طول الفيلم، ولما بيتفاعل بيكون مع شخصية تانية أو حاجة في الفيلم. الشخصيات بتتفاعل مع جزء من العالم بتاعها لأنهم ببساطة عايشين في عالم منفصل عننا وبيفصلهم عننا جدار رابع. الجدار الرابع هو مصطلح بدأ ظهوره في المسرح. الناس اللي واقفة على خشبة المسرح بيكونوا كأنهم بين 4 حيطان، حيطة وراهم ويمينهم وشمالهم، ودي أجزاء المسرح زي ما الصورة دي موضحة. والحيطة الرابعة بتكون الجمهور اللي جايين يتفرجوا على المسرحية. هو في الحقيقة مفيش حيطة بالمعنى الحرفي، لكنها حيطة وهمية الممثلين عاملينها عشان يركزوا في العالم بتاعهم وقصتهم أكتر. الممثل بيعمل نفسه مش شايف الجمهور ولا سامعهم، وده بيخلينا مندمجين واحنا بنتفرج على العالم بتاعهم ومستريحين أكتر. ومن أوائل وأشهر الناس اللي كسروا الجدار الرابع هو بريخت معروف بأعماله العظيمة اللي كان فيها رسالة عايز يوصلها للناس، وعشان يلفت انتباه الجمهور للكلام اللي الممثل هيقوله كان بيخلي الممثل يبص للجمهور بشكل مباشر، وساعتها بيوجه لهم رسالة مباشرة أو بيعلق على حدث معين في المسرحية، زي مسرحية حياة جاليليو واللي فيها خلى الممثلين يعلقوا على تعامل الكنيسة الظالم مع جاليليو، وفي مسرحيات تانية زي الأم الشجاعة وأبنائها. ورغم إن الجدار الرابع بدأ في المسرح، لكن نفس الفكرة والمصطلح اتنقلوا للسينما والتلفزيون، وبدل ما الجدار الرابع كان الجمهور اللي قاعدين في المسرح وبيتفرجوا على المسرحية، أصبح الجدار الرابع هو الكاميرا، أو بمعنى أصح الجمهور اللي ورا الكاميرا. الجدار الرابع ده بيكون حاجز بنشوف منه القصة وعالم القصة، لكن كل شخصيات العالم ده مش بيعرفوا يشوفونا منه. عشان كده يا صديقي هتلاقي في الأفلام والمسلسلات اللي بتتفرج عليها كلها إن الممثل مش هيبص للكاميرا بشكل مباشر، ولا هيكلم الكاميرا وهو مركز فيها كأنه مذيع تلفزيون، لأن المذيع بيخاطب الجمهور بشكل مباشر، أما الممثل فكلامه بيكون مع الشخصيات اللي في الفيلم أو المسلسل بتاعه. لكن ساعات صناع العمل بيحبوا يخرجوا عن المألوف شوية، بيحبوا يكسروا القواعد دي ويكسروا الجدار الرابع معاها. فخلينا نشوف سوا يعني ايه كسر الجدار الرابع وبيحصل ازاي وايه اسبابه. كسر الجدار الرابع ببساطه هو تحطيم الحاجز الوهمي اللي بيكون بين الجمهور والممثلين. الممثل من الاساس عارف انك شايفه وبتتفرج عليه، هو اصلا طالع يعمل الدور ده عشان انت تتفرج عليه وتشوف، لكنه بيعمل حاجز وهمي في دماغه كده وبيعتبر الجمهور مش موجود، وده عشان تندمج اكتر في عالم القصه. لكن لما الممثل بيبدا يتعامل على انه شايفك ومدرك وجودك، وتلاقيه فجاه بصلك وبدا يكلمك انت بدل ما يكلم حد من عالم القصه بتاعه، فهو بكده بيكسر الجدار الرابع. الممثلين بيكونوا على طول في حاجه اسمها العزله العامه، واللي ببساطه معناها ان الممثل بيكون منعزل عن الجمهور ومش بيتفاعل معاه بشكل مباشر. لكن لما الجدار الرابع بيتكسر فالممثل بيكسر معاه العزله العامه دي، وبيخرج من الحاله دي عشان يتفاعل معانا بشكل مباشر كانه شايفنا من ورا الكاميرا وقاعد معانا. وزي ما الفيلسوف جان بودريير بيقول ان كسر الجدار الرابع هو لحظه وعي للعمل الفني، بيعلن فيها النص الفني انه عارف انه صوره وان المشاهد جزء من المعنى ده. ولما الجدار الرابع بيتكسر في حاله جميله كده بتحصل لما نكون شايفين القصه اللي قدامنا من بره لكن في نفس الوقت عايشين جواها. ده بيحصل لما الممثل بيقرب مننا وبيشيل الحاجز اللي بيننا وبينه. لكن في نفس الوقت لو كسر الجدار الرابع ده بان انه مصطنع او اوفر، فمش بس الحاله الجميله دي هتختفي، الموضوع كفيل انه يقفلنا من العمل الفني كله. هو مين المفروض يكسر الجدار الرابع عشان الموضوع يطلع شكله كويس؟ هل اي حد في الفيلم ممكن يكسره ولا لازم بطل الفيلم اللي يكسر الجدار الرابع؟ الصراحه يا صديقي من الافضل ان الشخص اللي يكسر الجدار الرابع يكون شخص عنده كاريزما. مش مهم هو البطل ولا لا، مش مهم هو بيلعب دور ايه في القصه، لكن المهم انه يكون كاريزما. لانه لو شخص ما عندوش كاريزما هيطلع الموضوع شكله بايخ قوي، والناس مش هتحب تشوف ده على الشاشه، لان الشخصيه نفسها اللي بتعمل ده مش هتشد حد انه يسمعها بتكلمه بشكل مباشر. ومش بس الشخصيه اللي بتكسر الجدار الرابع لازم تكون كاريزما، كمان الجمله اللي هتتقال لما الجدار الرابع يتكسر لازم تكون جمله مؤثره. مش هينفع تبص للكاميرا وتقول اي كلام وخلاص، لان ده هيكون بيشتت الجمهور على الفاضي. لازم تعرفوا ان الحكومه ملهاش دراع عشان يتلوي. طب هل اي عمل فني ينفع اكسر فيه الجدار الرابع؟ Absolutely not. الإجابة على السؤال ده معقدة شوية. هو أنت تقدر تعمل ده في أي فيلم عادي وتخلي الممثل باصص للكاميرا بشكل مباشر ويقول حاجة معينة يكسر بيها الجدار الرابع، لكن مش كل فيلم هيكون مناسب لده. في أفلام لو حصل فيها ده الموضوع هيبان سخيف ويطلع بطريقة غريبة، لكن على العكس تماما في أفلام يفضل فيها إنك تكسر الجدار الرابع، ولما تعمل ده هتخلي فيلمك أفضل وممتع أكتر للي بيتفرج عليه. زي بالظبط ما صناع فيلم ديدبول قرروا إنهم يعملوا. ديدبول في نظري هو أفضل وأكتر حد كسر الجدار الرابع. ديدبول مش بيفوت فرصة ينفع يتكسر فيها الجدار الرابع الا وبيعمل ده، وطبعا بيحصل بشكل لطيف ودمه خفيف.
والموضوع بيكون سلس لدرجه انك بتضحك على الافيه اللي بيتقال من غير ما تحس انه كسر الجدار الرابع او ان صناع الفيلم جايين يتفزلكوا عليه. رغم ان ديدبول فيلم كوميدي ومش بتفوت ثانيه فيه الا لما تحصل حاجه تضحكك، الا ان الكوميديا اللي اتقدمت بطريقه كسر الجدار الرابع كان ليها طعم تاني، تحسها كده طالعه من صاحبك اللي قاعد معاك على القهوه او اللي قاعد معاك في البيت وبيقول لك نكته. Dead pool. You get it? رغم ان كسر الجدار الرابع مهم وبيوصل رساله معينه، سواء الرساله دي هادفه او كوميديه ودمها خفيف او حتى معموله عشان معنى ما ينفعش يمر مرور الكرام كده، الا ان الممثل وهو بيكسر الجدار الرابع ما ينفعش يبعدنا عن القصه اللي بيحكيها عشان ما نتفصلش. هو بيقول لنا كلام مباشر وجمله موجهه لينا، لكن في نفس الوقت ليها علاقه باللي هو بيحكيه ده، زي انه يلفت نظرنا لتفصيله معينه او يوجه لنا رساله مباشره، او حتى يقول حاجه معينه عن العمل الفني او الدور اللي بيمثله. وايا كان اللي الممثل هيقوله لما يبص لنا بشكل مباشر لازم يكون ليه علاقه بالفيلم او المسلسل عشان ما نتوهش منه ونحس ان احنا خرجنا بره المود. خليني اديك كام مثال كده كانوا ناجحين في كسر الجدار الرابع والموضوع ما بوظش الفيلم ولا طلع سخيف، بالعكس ده اضاف للفيلم وخلاه اجمل، لان صناع الفيلم قدروا يعملوا ده بشكل بسيط وسلس. في فيلم وولف اوف وول ستريت هنلاحظ ان جوردان بيلفورت الشخصيه اللي مثلها ليوناردو دي كابريو هيبص على الكاميرا بشكل مباشر كتير على مدار الفيلم وهيتكلم معانا احنا شخصيا كمشاهدين. My name is Jordan Belfort. Was all this legal? وبيعمل ده عشان يقول لنا معلومه معينه او يلفت نظرنا لحاجه مهمه، زي الحيل والطرق الغير قانونيه اللي بيستخدمها هو وزمايله عشان ينصبوا على الناس. والصراحه دي كابريو قدر يعمل ده بعبقريه ومش قادر اتخيل الفيلم ده من غير ما شاهده وهو بيكسر الجدار الرابع. كمان فيلم زي فايت كلاب How much can you know by yourself? You've never been in a fight. Welcome to Fight Club. واللي فيه راوي الفيلم بيكلمنا بشكل مباشر وبيحكي لنا ايه اللي بيحصل في القصه في كسر عبقري للجدار الرابع. For 6 months, I couldn't sleep. عمله المخرج ديفيد فينشر، لكن في رأيي أعظم كسر للجدار الرابع في تاريخ السينما كان في فيلم ترومان شو. It's the Truman Show! Good morning! ومن غير ما احرق عليك احداث الفيلم، جيم كاري قدم اعظم كسر للجدار الرابع بطريقه عبقريه في نهايه الفيلم. كسر الجدار الرابع مش مقتصر بس على الافلام والمسرح، وسهل تلاقيه في مسلسلات زي هاوس اوف كارد واللي فيها شخصية فرانك أندروود رئيس أمريكا اللي هيكسر الجدار الرابع أكتر من مرة على مدار أحداث المسلسل. ورغم إنه عمل ده كتير لكن الموضوع ما كانش بايخ في ولا مرة فيهم. فرانك بيكسر الجدار الرابع عشان يكلمنا عن حاجة مش واخدين بالنا منها، أو عشان يعرفنا نواياه وخططه اللي راسمها، كأنه بيفكر معانا بصوت عالي أو بيقول لنا سر. ودي كانت حاجة عبقرية بصراحة، لأنها بتخليك تدخل في عالم المسلسل أكتر وتندمج مع فرانك، حاجة بتخليك تدخل جوه عقله لدرجة إنها تحسسك إنك شايف عالم المسلسل من وجهة نظره بجد. كمان تقدر تشوف كسر الجدار الرابع في كرتون زي العم جدو. صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير اللي بيتكلم فيه بطل الكرتون مع المؤلف اللي اخترعه. تقدر تشوف ده في ألعاب زي لعبة The Evil Within 2 اللي بيكسر فيها بطل اللعبة الجدار الرابع مع اللاعبين. But there's evil within too. Whatever. قولوا لي في الكومنتس تحت ايه افضل كسر للجدار الرابع شفتوه وحبيتوه، وايه المصطلح او الفكرة اللي عايزيننا نتكلم عنها في حلقاتنا الجاية. سلام. Good afternoon, good evening, and good night.